بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس المنهج العماني، ومع فيديو جديد ودرس المتتاليات وحل تمارين على المتتاليات العددية. إن شاء الله هنشوف التمارين دي السهل منها والصعب هنحله، ونعرض الأفكار بتاعتها ونشوف يعني إذا كان في أفكار جديدة. أنا متأكد إن في طبعا طلاب كتير جدا وطالبات ممتازين يعني حلوا كل المسائل اللي أرسلناها، بس يعني ده من باب التأكيد وعلشان أسئلة الكثير من الطلاب يعني عن بعض المسائل اللي معرفوش يحلوها. نبدأ بسم الله. طبعا احنا عندنا أول متتالية زي ما احنا شايفين، متتالية بسيطة جدا وسهلة تمام، وفكرتها واضحة خالص. إن احنا كل مرة هنزود 3. واضح؟ يعني هنا 3، طبعا زدنا 3 وهنا زدنا 3 وزيادة ثابتة، يبقى الحد اللي بعده هنزيد 3 يبقى 12. الحد اللي بعده برضك هنزيد على 12 3 يبقى 15، ودي سهلة جدا واضحة. المتتالية اللي تحتها لا مش بتزيد، دي بتنقص كام؟ بمقدار 6. طب والحد التاني نشوف كده هينقص بمقدار كام؟ بمقدار 6 برضه، يبقى نقصان ثابت. يبقى كل مرة هننقص 6، يبقى معنى كده ان احنا ننقص من هنا 6 يبقى كام؟ سالب 3. وننقص من هنا كمان 6 يبقى سالب 9. دي بالنسبة للجزء الأول من التمرين اللي معانا. تعالوا نشوف ده. انسخ الجدول واكتب الحدود الخمسة التالية لكل متتالي. هو مديني قاعدة ومديني الحد الأول، خلاص بقت الموضوع سهل. أمسك الحد الأول تمام وأطبق عليه القاعدة. أدي الحد الأول اللي هو كام؟ 3. أطبق عليه القاعدة اللي هو أضف 3. يعني أضف 3؟ يعني كل مرة الخطوة بتاعتي أجمع 4، أضف 4 عفوا. كل مرة أجمع 4، يبقى هنجمع 4 على 3 يبقى 7، ونجمع 4 على 7 يبقى 11، ونجمع 4 يبقى 15، ونضيف كمان 4 يبقى كام؟ 19، ونضيف كمان 4 على 19 يبقى 23. أدي الخمس حدود اللي هو عايزه. طيب اطرح 9 من 60. طيب اطرح 9، يعني الحد الأولاني بدأ معايا ب60 وعايزين نطرح كل مرة كام؟ نطرح كل مرة 9. طب ما نطرح سهلة، نطرح من 60 9 هيديني 51. طب ولما نطرح من 51 9 هتديني كام؟ هتديني 42. ممتازين. طب ولما نطرح كمان 9 صح هتديني 33. ونطرح كمان 9 هتديني 24. كمان 9 هتديني كام؟ 15. طبعا دول الخمس حدود اللي هما بدءا من 60 بطرح 9. اضرب في 2، يعني الحد الاولاني بدأ معايا ب2 وعايز يضرب كل مرة في كام؟ في 2. طيب سهلة جدا، هنضرب الاتنين في 2 ب4. الأربعة نضربها في 2 ب8. 8 نضربها في 2 ب16. ال16 نضربها في 2 32. ال 32 نضربها في 2 يعني نضاعف العدد يبقى 4 و60. على فكرة الضرب في 2 دي من الاستراتيجيات الذهنية بقى اللي احنا هناخد لها حصة ان شاء الله، نفرد لها حصة، وده درس مهم جدا جدا جدا. الاستراتيجيات الذهنية اللي هي الضرب في 2 كأننا بنضاعف العدد، يعني 4 و4، ونضاعف التمانية 8 و8 بس ادينا 16. نضاعف ال16 16 و16 32. طب لو واحد يقول لي يعني ازاي نضاعف ال16 كده نقول 32 بسرعة؟ من عند ال16 6 و10، 10 و10 20 و6 و6 12 ونجمعهم مع بعض ذهنيا يديني الناتج 2 و30. نفس الكلام هنا او بنفس الفكرة بدأ بالحد 128 وبيقول اقسم على 2، يعني اقسم على 2 يعني هات نص العدد. ايوه ممتازين جدا. طيب ال 128 لما نجيب نصها تبقى كام؟ صح كده، هتديني 64. طب وال 64 لما نجيب نصها هتديني 32. خلي بالكوا يعني اللي فوق عكس اللي فوق، ماشيين عكس اللي فوق. وال 32 نجيب نصها 16، ونجيب نص 16 8، ونص ال 8 ادينا 4، وهكذا واحنا ماشيين. تمام، واضح الفكرة دي طبعا. ودي كلها تمارين بسيطة وسهلة. تعالوا نشوف الأفكار اللي بعد كده. اكتب في كل متتالية فيما يلي أول 4 حدود. أنا مش هكتب أول 4 حدود، أنا بس هفهم الفكرة وبعد كده هسيب لكم التمرين انتوا تحلوه. تعالوا نشوف التمرين ألف. فكرة التمرين ألف. هو بيقول الحد الأول 8، خلاص كتبنا هنا 8. طيب الحد اللي بعده بنعمل فيه ايه القاعدة اللي بنطبقها عليه؟
القاعدة اللي بنطبقها نضرب في 2 ونضيف 1، يعني بعد ما نضرب ال8 في 2 نضيف على الناتج 1. طيب يلا نضرب ال8 في 2. تعالوا نعملها في الجنب كده بالتفصيل. ادي ال8 اهي، هنضربها في 2 اهي، يطلع الناتج بيساوي 16. الناتج اللي طلع نضيف عليه 1 يديني كام؟ 17. يبقى هنا الحد ده هيبقى كام؟ 17. طب اللي بعده هنمسك ال17 نضربها في 2 تديني 34. وبعد ما نضرب ال 17 في 2 يديني 34، نضيف 1 يديني 35 ونكمل بنفس الطريقة. طيب الحد الأول 4، القاعدة اطرح 1 ثم اضرب في 2. يعني ايه اطرح 1؟ ادي المسألة رقم ب. ادي الحد الأولاني أنا هكتبه بلون اللي هو اللون الأحمر ده اللي هو الحد 4، والنواتج هكتبها بلون مختلف اهو عشان نعرف احنا بنعمل ايه. الحد الأول 4 والقاعدة اطرح 1 ثم اضرب في 2. أنا الأربعة أهي هطرح منها 1 هتديني كام؟ 3. الناتج اللي يطلع ده نضربه في 2، يبقى معنى كده إن الناتج اللي هنا هيكون كام؟ 6. ناخد ال6 نطرح منها 1 هتديني 5. نضرب الناتج اللي طلع في ال5 دي في 2 هتديني يبقى هنا كام؟ 10. وهكذا هنكمل بنفس الطريقة. تعالوا نشوف السؤال ج. الحد 400 والقاعدة نصف الحد. دي سهلة خالص بقى. ادي 400 نص ال 400 يبقى 200، نص ال 200 يبقى 100، وهكذا واحنا ماشيين نكمل بقية الحدود. تمام يا شطار. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. اكتب النمط التالي داخل المربعات. لو احنا نلاحظ كان بادئ بمربع واحد وبدأ يبني زي البنائين بالضبط، يعني بيبني من اتجاهين، اتجاه لأعلى واتجاه أفقي كده، يعني رأسي وأفقي. فبدأ يبني، حط مربع فوق اهو زي ما احنا شايفين، وبعدين مربع تاني في الجنب. طب النمط اللي بعده اهو، يعني انا افترض ان ده اللي انا حددته ده هو النمط الثاني. اللي بعده حط مربع فوق، زود مربع فوق وزود مربع في الجنب. اظن كده العملية بقت واضحة خالص. يبقى انا معنى كده ان انا كل مرة هزود مربع فوق ومربع في الجنب. خلاص كده اهو الفكرة بقت واضحة. ادي مربعين فوق هنا في النمط الثالث والمربعين في الجنب هزود عليهم اهو. ادي مربع فوق اهو ومربع هنا في الجنب. في الرابع اعمله بلون اخضر اهو، هزود مربع فوق ومربع في الجنب. ده في الرابع هنا. في الخامس نفس الكلام، ازود مربع فوق ومربع في الجنب. واضح الفكرة؟ تعالوا نشوف دي. اكتب الاعداد المفقودة. احنا خدنا طريقة ليها في شرح الدرس المرة اللي فاتت. بنقول نعد اول حاجة، نعد الخطوات. ادي 1 2 3 4 5 خطوات، يبقى انا عندي عدد الخطوات 5. ونجيب الفرق ما بين الرقمين ال18 وال3. الفرق ما بينهم هيطلع كام؟ 18 ناقص 3 يديني 15. يبقى انا عندي الفرق 15 اقسمه على عدد الخطوات اللي هو 5 يديني مقدار الخطوات اللي هو 3. يبقى انا كل مرة هزود 3 ولا نقص 3؟ نشوف. ده الحد الاول وده الحد الاخير. انا كده بقى المفروض عشان اوصل للتلاتة، انا بادئ بال18، عشان اوصل للتلاتة انقص ولا ازود؟ اكيد انقص. طب انقص كل مرة كام؟ ما احنا جبنا الخطوات مقدار الخطوات اللي هو بيساوي كام؟ 3. وقلنا بنجيبها تاني ازاي؟ الفرق بين الحدين يعني نطرح الحد الاول من الحد الاخير. تمام؟ نطرحهم من بعض نجيب الفرق بكام؟ 15، ونقسم على عدد الخطوات اللي هم 1 2 3 4 5 خطوات. قلنا 15 تقسيم 5 فيها التلاتة، يبقى كل مرة هنا هننقص كام؟ 3. يبقى لما ننقص 3 يديني هنا 15، وننقص 3 يديني 12، وننقص 3 يديني 9، وننقص 3 يديني 6. ونتأكد بإننا ننقص كمان 3 هيديني كام؟ 3. يبقى احنا كده حلينا صح 100%. طيب ده بالنسبة للسؤال ده. تعالوا بقى نشوف فكرة السؤال اللي تحت. وده سؤال يعني يعتبر من الأسئلة
اللي هي يعني للطلبة اللي هم شطار، اللي هم كل طلابنا طبعا أكيد شطار ومتفوقين، وربنا يوفقكم جميعا بإذن الله. تعالوا نشوف كده. أنا دلوقتي عندي إيه؟ عدى إسماعيل تنازليا ثلاثات، يعني عدى كام؟ تلاتة تلاتة تلاتة، ابتداء من الحد 132، رقم كبير. ما هو أول عدد أصغر من الصفر سيقوله؟ طب أنا علشان أحل السؤال ده أعمل إيه؟ آخد ال 132 دي، ممكن طريقة حل يعني، بس دي طريقة طويلة بقى، نقعد ننقص تلاتة ننقص تلاتة كل مرة، ودي هتبقى طويلة جدا. طيب أعمل إيه؟ أشوف هل العدد ده يقبل الاسم على تلاتة ولا لأ. إذا كان يقبل الاسم يعني نقسمه على التلاتة، اسمه مطولة حتى باستخدام طريقة الايه القسمة المطولة، او باستخدام الطرح المتتالي. تمام. ادي ال 132 هقسمها على التلاتة. لو كان يقبل الاسم بدون باقي يعني مفيش باقي، يبقى اول حد هيعده، لان مفيش باقي يعني الباقي صفر، يعني هيتاني نقص تلاتات 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 لحد ما هيوصل للصفر. في الحالة دي هيبقى اول عدد هيقابله اصغر من الصفر هو كام؟ هو سالب تلاتة. تمام. طيب لو كان الرقم ما يقبلش الاسم على تلاتة، في الحالة دي نعمل ايه؟ هنشوف الباقي. لو الباقي واحد نطرح منه تلاتة، يبقى أول حد هيقابلني سالب اتنين. طب لو الباقي اتنين نطرح منه تلاتة، يبقى أول حد هيقابلني سالب واحد. هنقول طب لو الباقي تلاتة ما ينفعش، لأن احنا بنقسم على تلاتة، ما ينفعش يكون الباقي تلاتة، يبقى هو يا إما الباقي واحد يا إما الباقي اتنين. في حالة الباقي واحد هيبقى أول حد هيقابلنا سالب اتنين، في حالة الباقي اتنين هيبقى أول حد هيقابلنا هو كام؟ هو سالب واحد. طب هنشوف ال 132 تقبل اسم على تلاتة؟ اه تقبل، يبقى خلاص يبقى أول حد هيقابلني هو كام؟ هو سالب تلاتة. أرجو إن تكون الفكرة إيه وصلت. السؤال اللي بعده، هنا اتنين وهنا اتنين وربع، اتنين ونص، اتنين وتلات أرباع. تعالوا نشوف فكرة حل السؤال ده، سهلة جدا. هنا هو بادئ بحدود مجهولة، وصل للاتنين وبعدين اتنين وربع، يعني ماشي كده في اتجاه الزيادة، يبقى العكس في اتجاه النقصان، يبقى هنا كده نقصان، هنا كده زيادة. طيب اتجاه النقصان يعني هنا يعني ننقص ربع كل مرة، ما احنا بنزود ربع، يبقى معنى كده ان اللي قبله هيبقى انقص منه بربع، يبقى هنا هيكون واحد وكام؟ وتلاتة على أربعة، ولما ننقص ربع يديني واحد ونص. كده جبنا الحدين الأولانيين. طيب هنا هنزود كل مرة كام؟ نزود كل مرة ربع، زي ما كنا بننقص هنا كل مرة ربع، لا هنزود هنا كل مرة ربع. يبقى اتنين وتلات أرباع لما نزود لها ربع يبقى اديني كام؟ تلاتة، ولما نزود ربع يبقى اديني تلاتة وربع. طيب نشوف آخر سؤالين معانا. اكتب الأعداد المربعة الثلاثة التالية. طبعا احنا خدنا فكرة الحل ده واحنا بنشرح، قلنا هيبقى الأعداد دي كلها هي أعداد مربعة، يبقى ده عبارة عن واحد في واحد يعني العدد في نفسه، ده اتنين في اتنين، ده تلاتة في تلاتة، يبقى ده أربعة في أربعة، يبقى هنا هيبقى خمسة في خمسة، وهنا هيبقى ستة في ستة، وهنا هيبقى سبعة في سبعة، يبقى هنا 25، هنا 36، وهنا 49. أكمل المتتالية تالية: 8، 3، 9، 5، 10. السؤال ده من الأسئلة اللي عايزة يعني تشغيل مخ جدا. هنا واحد طبعا، 1، 8، 3، 9، 5، 10. لو أنا لاحظت مقدار الفروق اللي هي مفتاح الحل اللي أنا قلت عليه قبل كده، مقدار الفروق هنا الفرق كام؟ الفرق هنا من 1 ل8 يعني زدنا 7. طب وهنا نقصنا 5. طب وهنا زدنا 6. طب وهنا نقصنا 4. طب وهنا يبقى زدنا 5. طيب ما لاحظناش حاجة كده؟ زودنا 7 نقصنا 5، زودنا 6 نقصنا 4، وبعدين زودنا 5، يبقى المفروض هننقص كام؟ واحد شاطر قال لي هننقص 3. ما احنا ماشيين كده ايه، كل مرة الفروق بتنقص. لا، انا ممكن اقول لك على حاجة تانية اسهل من كده بكتير جدا. احنا هناخد حد ونسيب حد، يعني هنا واحد وتلاتة، وتلاتة مع كام؟ مع 5. الواحد، 3، 5 مش دي أعداد فردية؟ يبقى اللي بعده هيكون كام؟ 7. ممتازين. طيب
والنمط التاني أو المتتابعة التانية هناخد حد ونسيب حد، يعني 8 و9، ومن ال9 بقت 10. كل مرة ملاحظين كام؟ من 8 بقت 9، من 9 بقت 10، يبقى ال10 هتبقى كام؟ هنا ممتازين، هتبقى كام؟ 11. وكان ممكن نحل بالطريقة اللي أنا قلتها الأولى، يبقى هنا نقصنا 4 وهنا نقصنا 5، يبقى معنى كده إن هنا هننقص الحد اللي بعده هننقص 3. وهنا كنا زودنا 7 وهنا زودنا 7 وهنا زودنا 6 وهنا زودنا 5، يبقى اللي بعده هنزود كام؟ 4. يبقى دي طريقتين اتنين للحل، واللي تعجبكم منهم اشتغلوا بيها. أنا بفضل الطريقة التانية اللي هي ناخد حد ونسيب حد. تمام، يعني هتبقى كأنها متتابعتين اتنين، واحدة 3، 1 3 5 متتابعة، والمتتابعة التانية 8 9 10. يبقى هنا 1 3 5 يبقى الحد اللي بعدها يبقى 7، و8 9 10 يبقى الحد اللي بعده هيبقى كام؟ 11. شكرا لكم أبنائي وبناتي، وربنا يوفقكم جميعا، وأرجو إن أنا أكون أفدتكم، وربنا يجعل عملنا خالصا لوجهه وفي ميزان حسناتنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.